والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم صحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. واول حاجة نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ في فيديو جديد. الفيديو ده ان شاء الله بإذن الله مش هيبقى على حاجة جديدة، يعني مش هيبقى على حاجة هنتكلم فيها لأول مرة، هتبقى على طلبات برضو. بس في الفيديو دوت هلخص كل حاجة وهفهمك كل حاجة عن طلبات في فيديو واحد بس. الفيديو هيبقى طويل، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. ونبدأ الفيديو. وأول حاجة هنتكلم عليها هي كيفية التقديم. أنا دلوقتي عايز أنزل في طلبات، إزاي أقدم؟ نبدأ بأول حاجة، التقديم. اول حاجه عشان تقدم في جروبات على الفيس اسمها طلبات مصر او مندوبين طلبات. ايه الجروبين دولت؟ لو نزلت عليهم منشور وقلت انا عايز انزل في طلبات، سواء بالعجله او سواء بالمكنه، هتلاقي كذا حد يعني بيكلمك وكده. وحاليا تقريبا العجل مش شغال في كل الزونات، في زونات شغاله وزونات لا. فانت برضو بتسأل تشوف الزون بتاعك شغال في عجل ولا لا، لكن المكن شغال على طول والتعيين المكن شغال على طول. دي بالنسبه للتعيين، سواء ان انت تاخد تخش الجروبات ديت وتعمل منشور وتقول عايز انزل في طلبات. اول حاجه. التانية ان انت تشوف اي واحد شغال في طلبات وتقول له هات رقم المكتب بتاعك وتكلم المكتب وتكلم المشرف وكده وتنزل عادي. دي تاني خطوه. دي اول حاجه اللي هي كيفيه التقديم في طلبات. تاني حاجه، بالنسبه لسعر الاوردر. سعر الاوردرات بتبقى للعجله من اول 12، من اول 11 12 13 14. باتش واحد، باتش اتنين، باتش تلاتة، باتش اربعة. 11 12 13 14. دي بالنسبة للعجلة. بالنسبة للمكنة 19 20 21 22. دي بالنسبة للمكنة. طب الاسعار دي بتختلف على اساس ايه؟ بتختلف على اساس حاجة اسمها باتش. طب ايه الباتش؟ الباتش دوت هي الحاجة اللي انا بقبض على السعر بتاعها. يعني انا مثلا ما بتأخرش، ما بغيبش، بقبل كل الاوردرات اللي بتجيلي. ببقى باتش واحد. باتش واحد ده في العجلة بيقبض على 14. باتش واحد في المكنة بيقبض على اعلى حاجة اللي هو 22. فده بالنسبة لايه؟ التقييم. فلو انا تقييمي اقل حاجة اللي هو باتش 4، اللي هو بتأخر كتير وبغيب كتير وكده، بقى باتش 4. باتش 4 ده هو بيقبض على 11 في العجلة وعلى 19 في المكنة. دي بالنسبة لأسعار الأوردرات. انت بتقبض حاجه تاني غير الاوردرات؟ لا، ما بتقبضش حاجه تاني غير الاوردرات. يعني مثلا لو عملت لك في اليوم مثلا 15 20 اوردر لو انت عجله مثلا، و25 ل 30 اوردر لو انت مكنه، يعني هيخش لك في سكه يعني حوالي من 250 ل 300 جنيه لو انت عجله يوميا، من 250 ل 300 جنيه لو انت عجله يوميا، ومن 400 او من 400 ل 500 جنيه لو انت مكنه يوميا ان شاء الله باذن الله. طب بالنسبة لعدد ساعات العمل، عدد ساعات العمل بتبقى 8 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة. بتبقى نظام شيفتات، انت بتختار الاسبوع قبله. يعني انا دلوقتي الاسبوع الجاي مثلا بختاره النهارده مثلا. بختار كل شيفتات الاسبوع. عايز مثلا انزل السبت من 5 لحد 7 المغرب مثلا، دي بمزاجي. عايز انزل شيفت مثلا من 7 الصبح، تاني يوم عايز انزل من 10 بالليل، بمزاجي. انا اللي بختار الشيفتات قبلها. دي بالنسبه للشيفتات. طب دلوقتي في التقديم بحتاج اوراق ايه؟ دلوقتي ما بتحتاجش اي حاجه في، بس المشرف هيقول لك في 100 جنيه استعلام امني عشان دلوقتي لغوا الفيش. بقى في 100 جنيه استعلام امني، بياخد منك ال 100 جنيه بيستعلم عنك بينزلك. دي بالنسبه للاستعلام الامني، وبياخد صوره بطاقتك. ففي التقديم ما بتحتاجش اوراق خالص يعتبر. دي بالنسبه للتقديم. الزونات، الزون بيبقى المنطقه محدده كده تشتغل فيها وما ينفعش تخرج براها، او لو خرجت براها بيقول لك الرجاء العوده للزون. لما بتيجي تفتح انت رايح تفتح اهو، بيجي لك رساله ان مثلا بيجي لك مثلا في الخريطه ان في منطقه معينه او مربع معين تفتح منه، زون معين يعني تفتح منه. لما بتفتح الزون ده بيكبر. انا بحاول برضه اجيب لك كل حاجه في نفس الفيديو دوت عشان الخص لك كل الدنيا. بالنسبه للمكتب، اول حاجه اما بتروح المكتب، انت دلوقتي هتروح اهو، كلمت المشرف وكده والمشرف قال لك تعالى لي يوم كذا. هتروح للمشرف، بيمضيك على وصل امانه ب 10000 جنيه.
الوصل ده هو ما بيعملش بيه حاجه، بس هو ضامن لحقه. بعد ما بتمضي على وصل ب 10000 جنيه، هيقول لك المحاضره مثلا يوم كذا، هتيجي يوم المحاضره هيسلمك تيشيرت وهيسلمك باوتش. الحاجتين دول ب 500 جنيه، بيخصموا منك على 4 اسابيع، كل اسبوع 125. دي بالنسبه للباوتش والتيشيرت، يعني ب 500 جنيه بيتخصموا، بتاخد منه باوتش وتيشيرتين. بتحضر المحاضره تمام، حضرت المحاضره والدنيا تمام. بيبقى في امتحان في المحاضره ديت، الامتحان دوت بيحلوه معاك، يعني حاجه سهله يعني. بعد ما بيحلوه معاك وكده، تاني يوم على طول ايميلك بيتفعل. اول ما ايميلك بيتفعل بتختار الشفتات. اخترت الشفتات تمام. اخترت مثلا بكره من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 10 مثلا بالليل. بنزل من بيتي بحيث ان انا اوصل للوكيشن على 7:30، ما اوصلش على 8. بوصل للوكيشن على 7:30، بيبقى معايا نص ساعة افتح فيها من 7:30 لحد 8. بعد 8 انا كده متأخر. بعد 8 ب5 دقايق بالظبط انا كده متأخر، عشان نبقى صراحة. فانا دلوقتي مثلا ببقى وصلت اللوكيشن 7:30، اروح فاتح اللوكيشن. انا دلوقتي لسه هفتحه البرنامج. فتحت البرنامج ومعايا النت، الكارت الشحن اساسا البرنامج ده ما بيسحبش نت. كارت الشحن بيقعد معاك مثلا يومين 3 ايام، اللي هو ب10. فالشحن بالنسبه للرصيد ما بيسحبش كتير. وبالنسبه انا دلوقتي اكمل لكم. رحت فتحت الابلكيشن، ادوس ابدا الشيفت، هيجيب لي كلمه ابدا الشيفت، ادوس على كلمه ابدا الشيفت، هيصور صوره من وشي. اروح ظابط الكاميرا، اروح مصور الصوره من وشي، ما اكونش لابس حاجه في وشي. بعد ما صورت الصوره وتمام والدنيا تمام، هيجي لي 3 علامات، ادوس على ال3 علامات اخليهم ينوروا باللون البرتقاني. العلامات نورت تمام. بعد ما العلامات تنور، ادوس ابدا الشيفت. دوست ابدا الشيفت، انا كده فتحت الشيفت تمام. البرنامج دوت هو بينزله لك لما انت بتروح تحضر المحاضره، بيقول لك على اسم البرنامج او بينزله لك هو. دي بالنسبه ان انا دلوقتي هبدا الشيفت اهو. فتحت الشيفت، بيبقى مكتوب حاجتين، مكتوب القبول التلقائي. القبول التلقائي ده يفضل ان انا افتحه، عشان لو جالي اوردر اول ما بفتح شاشه البرنامج الاوردر بيتقبل لوحده تلقائي. لكن لو انا قافل القبول التلقائي دوت، لو جالي اوردر لازم ادوس قبول الاوردر. فالافضل ان انا ايه، ابقى فاتح القبول التلقائي عشان على طول الاوردر يتقبل لوحده. وفي حاجه تانية اسمها تمديد الشيفت. تمديد الشيفت ديت لو انت خلصت شيفتك مثلا الساعه 8، بتدوس متاح للتمديد، بيزود لك نص ساعه. كل شويه مثلا عايز تزود، بيزود لك نص ساعه كل ما تفتح الخاصيه دي. دي الخاصيتين اللي موجودين معاك في البرنامج. انا دلوقتي فتحت، بفضل مستني تمام. بفتح الخريطه الاقي فيها مناطق حمراء، احاول ابقى قريب منها، مش شرط ابقى واقف عليها بالظبط، احاول ابقى قريب منها. دلوقتي بدأت الشيفت والدنيا، فتحت البرنامج وكل حاجة. بستنى يجي لي اوردر. جالي اوردر، او قلنا اول ما بفتح شاشة البرنامج، يعني بفضل حاطط سماعة في وداني او بفضل سامع التليفون. لقيت التليفون زمر، اروح فاتح التليفون على البرنامج، الاقي الاوردر اتقبل لوحده لو انا مفعل القبول التلقائي. الاوردر اتقبل تمام. بعد ما اتقبل الاوردر يقول لي مثلا روح خد اوردر من مطعم كذا اللي عنوانه كذا. بيفتح لك الخريطة وبيعرفك العنوان فين بالظبط. تروح للمطعم. اول ما تروح للمطعم تدوس لقد وصلت للمطعم، بتلاقي مكتوب لك ادفع للمطعم او لا تقم بالدفع للمطعم، بيكون مكتوب لك كل حاجه طبعا. طب انا دلوقتي مكتوب لي ادفع للمطعم، فدفعت للمطعم تمام. مكتوب لي مثلا ادفع للمطعم 50 جنيه، دفعت للمطعم 50 جنيه. قال لي روح حصل من العميل 60 جنيه، رحت حصلت من العميل 60 جنيه. كده الفلوس اللي انا بدفعها دي اولا بتبقى بتاعتي انا. بيبقى انا اول ما بنزل اول يوم بيبقى معايا حوالي 800 جنيه مثلا. لازم يبقى معايا 800 جنيه دول. ليه؟ عشان انا بدفع في المطاعم فلوس، وبروح للعميل في البيت اخد منه حق الاوردر بحق التوصيل. حق التوصيل ده بيحصل ايه بقى؟ حق التوصيل ده بيفضل معايا وبيتسجل في البرنامج على حاجه اسمها المحفظه. مثلا انا دلوقتي رحت اشتريت اوردر ب 50 جنيه، رحت للعميل ده خدت منه 60 جنيه، يبقى العميل يبقى فيه 10 جنيه للشركه عندي اللي هي ايه، بتفضل معايا. بتتسجل في البرنامج في المحفظه 10 جنيه، معناها ان الشركه ليها عندي ال 10 جنيه دي. الفلوس دي بتفضل تزيد تزيد تزيد. طب الفلوس ديت وصلت مثلا ل 900 جنيه، اروح لا اما فوري لا اما فينوس، عربيات فينوس. اروح اقول له عايز اورد طلبات ليه عشان اخلي الفلوس دي تنزل. بيقول لي مثلا، بقول له مثلا عايز اورد 200 جنيه، بروح مديله ال 200 جنيه كانه بيبعتها للشركه. بروح مديله ال 200 جنيه ومديله ايه جنيه، يعني ال 200 جنيه عليها جنيه، ال 1000 عليها 5. دي بالنسبه لفينوس. فوري ما بتدفعش فلوس تمام.
تمام اديته ال 200 جنيه، هلاقي في المحفظه بدل ما هي 900 قلت ل 700. معناها ان الفلوس اللي انا بلمها من العملاء اللي للشركه عندي قلت 200 جنيه اللي انا وردتها دي. وبالنسبه للقبض اخر كل اسبوع بينزل لك من الفلوس دي. يعني قبض اخر كل اسبوع بيتخصم لك برضو من الفلوس دي. مثلا في المحفظه فيها 900 وانا قبضي 500، هلاقي المحفظه اتسلب منها 500 وبقت 400 جنيه. معناها ان الفلوس اللي معايا اللي في جيبي للشركه 400 جنيه هي اللي في المحفظه. دي بالنسبه للفلوس اللي في المحفظه. طب انواع الاوردرات ايه؟ في 3 انواع للاوردرات. اول حاجه اوردر كاش، والاوردر الكاش ده بتدفع في المطعم من فلوسك وبتروح تحصل للعميل. ده الاوردر الكاش. طب الاوردر الفيزا ولا بتدفع في المطعم، يعني ما بتدفعش في المطعم فلوس وبتروح للعميل ما بتحصلش منه حاجه، ما بتاخدش من العميل فلوس برضه. طب بالنسبه للاوردرات الشريك، اوردرات الشريك ديت زي طلبات مارت، زي تشيكن تكه، زي كوستا كوفي. الحاجات دي بتروح تاخد منها الاوردر. تمام، خدت منه الاوردر، ممكن الاوردر يطلع فيزا او يقول لي حصل من العميل فلوس. يعني انا ما دفعتش في المطعم، المطاعم الشريكه دي ما بتدفعش فيها فلوس ابدا. فروحت هناك ما دفعتش فلوس. تمام، رحت للعميل قال لي خد من العميل 300 جنيه، بروح واخد من العميل 300 جنيه. خدت من العميل ال 300 جنيه بيتضافوا على المحفظه. معناه ان الشركه ليها عندي ال 300 جنيه اللي انا واخدها من العميل دي. دي الثلاث انواع بتوع الاوردرات. انا دلوقتي وصلت الاوردر وتمام. اول ما وصلت عند العميل دوس، هو بيفتح لي الخريطه وبيكتب لي عنوان العميل. وصلت عند العميل بدوس لقد تم الوصول للعميل، هيقول لي خد من العميل كذا، ما تاخدش من العميل كذا. هو البرنامج شارح نفسه بنفسه. تمام، عملت اللي قال لي عليه وظبطت الدنيا وكل حاجه. وده كان كل حاجة يعتبر عن طلبات. لو عندك أي استفسار قوله في التعليقات. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. وقدر تعبي، وما تنساش تظبط لي الفيديو دوت وتبص على الفيديوهات التانية، وإن شاء الله بإذن الله هتفهم كل حاجة عن الشغل في طلبات. وأي حاجة تخص العجل هتلاقيني منزلها إن شاء الله، تصليح العجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.